رغم البؤس ونسبة البطالة العالية في مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية ببيروت نجاحات حققتها نساء. 4 نساء أسسن فرن البنات كما يطلق عليه أهالي المخيم. ضاق بهن الحال بعد سفر أزواجهن الإخوة الذين سجنوا خارج لبنان، فأنشئ هذا المشروع الصغير قبل 20 عاما. فكرة الفرن والله فكرة الحاج والحاجة مرت عمي وعمي، لأنه إحنا 4 خوات و4 سلفات مع بعض، وعندنا أولاد، عندنا شي 15 ولد، وكيف بدنا نعيشن؟ فكرتها إنه فتحنا هالفرن هذا واشتغلنا إحنا وعمي. 4 أسر استطاعت 4 نساء إعالتهن ليكبر الأبناء والبنات، يتزوجون ويدرسون بالجامعات، لكن لا ينسون مساعدة أمهاتهم. ربطنا وتعلمنا من هالفرن، وفي خواتي طلاب جامعات، عندنا 5 خوات بيجوا بيشتغلوا هون وما بيستحوا انه هالفرن هو اللي ربان وعلمنا، لانه احنا ما في حدا يسندنا بهالدنيا. في ذات الشارع وعلى مسافة ليست بالبعيدة فرن آخر أسسه زوج إحداهن مع زوجته عندما عاد إلى المخيم. هو ممرض صحيح، لكن ظروف العمل للاجئين في لبنان لم تسمح له إلا بالاستثمار بما عملت به زوجته بغيابه. مرتي هنيك يعني بتشتغل مع الصبايا هنيك، وجينا قلت لها شو رأيك، شاورتها واتكلنا على الله، ولقينا حالنا كتار وما عندي شغل تاني، قلت بشتغل بفرن، بفتح فرن تاني، فرع تاني يعني. هنا تغلبنا على قسوة الحياة، فعجلة العمل للاجئ لا تكاد تسير. في ظل بطالة قسرية ووضع مادي صعب للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تجد في هذا الفرن إصرارا على الحياة ومعاركتها لتأمين لقمة العيش. جهاد بركات، فلسطين اليوم، من مخيم برج البراجنة في بيروت.